السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعين المحترمين وولادي. ربنا يسعدكم ويبارك لكم، يجعلكم في الهنا والسعة يا رب، يستركم دنيا وآخرة. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم امين يا رب العالمين. الله يرحمك يا شهد يا بنت الامارات، وارحم بنت وبس بنت بحق جاه النبي يا رب، واشف كل مريض يا رب. يا رب اشف كل مريض وارحم كل موت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلب حبايبي، يا رب ما تحرم منكم، وينصر شعب فلسطين وغزة والمسجد الأقصى، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا يا حبايب قلبي، انتوا شفتوا ام طارق بقى وهي ماشيه مسافره، كله بقى خمن ان هي مسافره بره. ان هي مسافره بره، لكن هي اصلا يا حبايبي لما جابت الفيديو هي في مصر. هي في مصر، بس هو بقى يعني طلع طارق قال بقى يعني احنا بقى بنشوقكم، يعني ان احنا بقى بنقف هنا شويه ونقف هنا شويه، ان هي سافرت بره. بس هي في القاهرة يا حبايب قلبي. طبعا يا حبايبي انتوا عارفين ان انا بحب ام طارق كتير، وهي زي ما بقول لكم شقت كتير وتعبت كتير واسك كتير في حياتها، فربنا بيعوض صبرها خير. ربنا بيعوض صبرها خير. حبايب قلبي، طبعا ام طارق جابت لنا الشقة اللي هي عطيها لها متابعة عندها اسمها ام مصطفى. طبعا ربنا يجازيكي خير يا ام مصطفى على اللي انت بتعمليه مع ام طارق وعم تسوقي وطارق وبتقفي معاهم. طب يا حبايب قلبي، صلوا على النبي كده، قولوا عليها افضل الصلاة والسلام. انا شفت النهارده فيديو جه قدامي يا جماعة الخير. الفيديو ده جه قدامي بتاع واحدة بتقول لها لا، انت طالعة بتقولي ده ام مصطفى اللي عطياك الشقة، وهي مش ام مصطفى. دي مش ام مصطفى بالسطو والصورة، وجاي من عندكم من كتامة. سمحتوا يا حبايب قلبي؟ جاي من كتامة بالسطو والصورة من عندكم، ان كل حاجه جاتني ان الشقه دي مش ام مصطفى اللي عطيالك، ده ابو فهد اللي هو عطيه، وهو في الشقه اللي قدامكم. يعني انا عايزه اعرف دي ازاي يا جماعه، دي ازاي ان هو ابو فهد في السعوديه، ابو فهد سافر السعوديه خلاص على كده يا جماعه الخير، هو جه قعد هنا شويه ومشي تاني رجع بلده، يبقى هو في الشقه اللي قدامها ازاي؟ يعني هما كده طالعين بيكدبوا ام طارق، وبيكدبوا اللي تبع ام طارق يعني هم بصي، اهم حاجه عايزين يتبلوا على على ام طارق وعلى حلميه باي طريقه. عايزين يتبلوا عليها باي طريقه، عايزين يكدبوها، يعني عامه عايزين يكدبوها. لكن يا حبايب قلبي، ام مصطفى، ربنا يسعدك يا ام مصطفى، دي متابعه عندها وهي اصلا في القاهره يا جماعه الخير، وعطت الشقة، لأن أصلا أم طارق طلعت حلمية وقالت ده في ورق هيخلصوه بتاع طارق في القاهرة، وهيتفسحوا بقى يعملوا فلوجات، وهيطلعوا مثلا يلفوا بقى في مصر ويعملوا فيديوهات وكده. فهي يا جماعة الخير تستاهل كل خير، فعلا فعلا أقسم بالله يا جماعة. بقول لك دعوة مولي ولا دعوة مصلي. الأستاذ عادل فتحي يا جماعة، ألف رحمة عليك يا أستاذ عادل يا فتحي، في الجنة تتهنى يا أخويا الغالي. قالها كلمة، الراجل ده سبحان الله ما قالش كلمة إلا لما هي بتبقى هي فعلا زي ما يكون كان هو يعني عارف نفسه إن هو من المروحين. قال لا يا حلمية، انت ان شاء الله هيبقى ليكي، يعني هتبقى قيمة وقامة، وهيبعتولك، وهتسافري بره، وهتروحي هنا وهتروحي هنا. لا بقى يا جماعة، لأنه هو كان مرتاح لأم طارق. الأستاذ عادل فتحي كان مرتاح لها لسبب، لأن هي حلمية مش بتطلع ولا بتغلط يا جماعة. ما بتطلعش تغلط في حد، ولا بتهين حد، ولا بترد على حد خالص. بصوا يعني شارية دماغها جامد، ما بتردش، تطلع تدعي للغريب والقريب زي ما احنا بندعي كده. ربنا يبارك لكم، يحبب فيكم الرب والحصى اللي في الارض، ويستركم دنيا واخره، ويبارك لكم، ويجعل لكم في كل خطوه سلامه. وانتوا اللي كبرتوني، وانتوا اللي عملتوني، وانتوا اللي وقفتوا معايا، وانتوا اللي بتحطوا لي اللايكات. طب احنا عايزين ازيد عن كده؟ طب المتابعين عايزين ازيد عن كده؟ ما هم متابعين الناس المحترمه بيحبوا اللي محترم،
المحترم يحترم يا جماعة. ومن حب ربه حبب في خلقه، ومن غضب على ربنا سلط على لسانه. ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب بني آدم فبيحبه بيحبب فيه. يا ملائكة أنا بحب فلان ابن فلان، فمحبته بتنزل في الأرض يا حبايب قلبي، فالناس بتحبه. يا ملائكة أنا بكره فلان ابن فلان، فبيكره في الأرض وربنا بيسلط على لسانه، بيبقى سليط اللسان. فهي تستاهل كل خير، هي تستاهل كل خير. فيا جماعة الخير احنا بقى ملناش فيه، احنا ملناش فيه، احنا لنا اللي قدامنا. احنا ليه عمالين نحصص ونمصص ونسأل ونخش ونعمل ونكدب الست؟ ومش عارفة انتوا مالكم ومال الراجل، مالكم ومال الراجل. الراجل ده محترم يا جماعة، محدش منه حاجة وحشة، محدش شاف منه حاجة وحشة. دايرين لا وراه، دايرين لا وراها، وتقول لها لا. ده طب ما هي الست طلعت وقالت ام مصطفى، خلاص هي ام مصطفى. احنا مصدقينك يا ام طارق، احنا مصدقينك يا حلمية يا سفيرة الريف المصري، غصب عن اي حد. انا بقول كده يا جماعة لان فعلا هي، يعني هي الست دي محترمة، الست دي ما شفناش منها حاجة وحشة، ولا عمة سوق المحترم. الراجل اللي يشتغل على الراس، الراجل ده اقسم بالله يا جماعة من الفطرة، زي ما بقول لكم كده. هو الراجل ده من ايام زمان، من الزمن الجميل يا جماعة، من الزمن الجميل. فتفرح وتتهني يا ام طارق وتتفسح كده ان شاء الله، وتقضي طلب ابنك اللي هو طارق، وتخلصوا له اوراقه وتشوفوا له ان شاء الله، ان شاء الله ربنا هيكرمه برضه بسفريه كده، وربنا هينولك اللي انت عايزاه باذن الله. طبعا من قبل ما تمشي وهي بتقول بقى لنرمين خلي بالك من الطيور، وخلي بالك من دي، وخلي بالك من دي. ايوه الحيوان اهم حاجه يا جماعه، عشان ده حاجتها ودي برضو بيتها، تخلي بالها منها. حتى بتقول لها تعالي واقعدي هنا يعني في البيت عشان التكييف يعني، بدل ما هناك عندها حر. واخده برضو مريم معاها، ودخلت الشقه يا جماعه، لقيت ما شاء الله التسالي واللب والشوكولاتات، حتى مليين لها التلاجة يا جماعة الخير. مية معدنية وجبن وكل حاجة، لأن هي يعتبر زي الشقة، هي الشقة بتاعت الست، وهي بقى مليانة لها أكلها وشربها وحاجتها وكل حاجة. فاحنا لا نقعد نقصص ولا يعني نبحث ورا الناس، لا. ما هو من راقب الناس ما تهمن، يعني من راقب الناس يا جماعة الخير مات هما. فلا احنا نفضل نقول لا ده مش هو، مش ام مصطفى اللي عملت كده، لا ده مش عارفه دي مين. يا جماعه الخير دي هي ام مصطفى متابعه عندها يا جماعه، وهي اللي عطيه لها الشقه، وهي اللي قالت لها تعالي القاهره وتفسحي وخلص الورق بتاع ابنك وخلاص. فخلاص يا حبايب قلبي، هي ربنا رازقها بالناس الحلوه، ربنا رازقها بالناس المتابعين المحترمين اللي يشتغلوا على الراس، لان هي محترمه والمحترم يحترم. عرفتوا يا حبايب قلبي؟ فانت تستاهل كل خير يا ام طارق، وتفسحي كده يا حبيبه قلبي، وافرحي وخلصي ورا ابنك. وهي ما بطرق